السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل مع بعضينا حاجة حلوة كده في السريع في الجو الساعة ديت تدفينا. أنا جبت بسكويت وكسرته، بسكويت اللي هو بتاع الشاي، وجبت معايا لبن وجبت زبدة وجبت نسكافيه وجبت كاكاو خام وسكر ونشا. تعالوا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه بسرعة. أنا جبت معايا كوبايتين من اللبن، هحط عليهم 3 معالق من الكاكاو، معلقة نسكافيه، نص كوب سكر، فانيليا يعني يا دوبك، معلقتين من الزبدة، جبت ربع كوباية من المية، حطيت عليهم معلقتين من النشا وهدوبهم جامد وهحطهم على النار برضو. هقلبهم كلهم كده في بعضيهم جامد لحد ما يدوبوا خالص، لحد ما تديني القوام اللي هو زي المهلبية كده بالظبط ونطفي عليها. جبت البسكويت بتاعي مكسراه بايديا مش في الكبة عشان انا عايزاه زي الحبيبات كده عليه بالخليط اللي انا عملته معاكم بالمنظر ده. دي الزبدية وهنقلب كده مع بعضينا لحد الخليط ما يبقى كله شوكليت. في الاخر هقوم ماسكه كده واقوم مسويه كل اللي معايا اللي في الصينيه، هاخدها وهي كده احطها في الفريزر تجمد معايا، وعقبال ما تجمد تعالوا نعمل الجناش بتاعها اللي هنسقي بيها على الوش. في نفس اللي احنا كنا عاملين فيها الصوص هننزل عليها بكوبايتين من اللبن، شوكولاته خام هنزل عليها كده، معلقتين من الزبده ومعلقه زيت عشان تديها لمعه، معايا نص كوبايه من الحليب هنزل عليها بمعلقتين كريم شانتيه ومعلقتين لبن بودر. ليه؟ عشان يعزز لي الطعم بتاع الكريمه بتاعتي. هقلبهم مع بعض جامد، هننزل بيهم وهنقلب بقى كده على نار هاديه لحد ما كله هيدوب مع بعضيه. طلعتها من الفريزر هنزل عليها كده الجانش بتاعي اللي انا عملته على الوش. هاخدها تاني احطها في الفريزر تجمد معايا ونطلعها. طلعتها زي ما انتم شايفين اهوت من الفريزر. تعالوا بقى نفتحها مع بعضينا. شايفين؟ عندكم اي نوع عايزين تزوقوا بيه حطوا، انا ما عنديش الا الكراميل، هحطه بس كيدي منظر. شفتوا المنظر؟ يلا نقطع مع بعض. شايفين؟ تحفه. تعالوا بقى ندوقها مع بعضينا ونبصي عامله ازاي. بصوا الجمال بقى. امم بصوا، بصوا منظرها، طعم خرافه بجد. جربوها هتعجبكم جدا. لو عجبتكم الوصفه متنسوش بقى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير.